أعزائي الطلاب على جميع مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. أهلا بك يا كنافة، أهلا بك يا كنافة. أتمنى أن تكون شفت الفيديوهين اللي هم الحصة اللي فاتت، أو تكون شفت من الحصص القديمة. طيب دلوقتي يا ولاد هنكمل الحصة بتاعتنا، الحصة الثالثة ونهاية الدرس الثالث. الدرس الأول، الحصة الثالثة نهاية الدرس الأول يا ولاد. طيب احنا يا مستر في ملحوظه، كام ملحوظه بسرعه 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 قبل ما نخش في الدرس. يا مستر احنا هنحل من كتاب الامتحان ولا الاضواء ولا كتاب المدرسه، ايا كان الكتاب اللي معاك هينزل له الحل بتاعه على اليوتيوب. احنا بنحل كتاب الامتحان وكتاب الاضواء وبنحل كتاب المدرسه. اما بالنسبه للشرح يا اولاد، اي كتاب عندك. طب يا مستر انا عايز اتابع معاك، اعمل ايه؟ بص بقى يا برنس، انت هتبقى معانا على جروب الواتساب وواخد الكود بتاعك. طب لو مش واخد الكود بتاعك اكتب لي في الكومنتات تحت، او هسيب لك رقم الواتساب بتاع التيم بتاعنا، تتواصل معاه وتقول له انا عايز الكود وهو يقول لك هتاخده ازاي، مجانا. ماشي، مجانا. طيب الفيديوهات يا ولاد او الحصص بتنزل لك يوم الاحد ان شاء الله. الملزمه دي هتلاقيها يوم السبت بالليل على جروب الواتساب اللي انت ان شاء الله تدخل فيه من خلال التيم. هتطبعه الوان وتخليها معاك، كل حصه كده هطبع لك ايه الدرس بتاعها. يعني الدرس الاول هتلاقي ليه ملزمه، الدرس الثاني هتلاقي ليه ملزمه، الدرس الثالث هتلاقي ليه ملزمه. دي الملازم اللي معموله، وفي مفاجآت ثانيه كتير هقول لك عليها في الحصص الجايه. يلا بينا يلا بينا. طيب احنا خدنا يا اولاد ان احنا اللي اكتشفوا قاره افريقيا 3، دور مصر في اكتشاف قاره افريقيا، دور العرب في اكتشاف افريقيا، ودور الاوروبيين في اكتشاف افريقيا. تعال نعرف بقى مستر. اول حاجه دور الاوروبيين في اكتشاف قاره افريقيا. لا هنا تمام. دور الاوروبيين في اكتشاف قاره افريقيا يا ولاد، قال لك خلي بالك بقى، الاوروبيين اكتشفوا افريقيا كان ليهم في سنتين، خلال القرن ال15 وفي اواخر ال18 وال19، يبقى على مرحلتين. المرحله الاولى في خلال القرن ال15، فاكر يا ولد لما بيقول لك البرتغاليين رونالدو CR7، ما هو من البرتغال يا ولاد. قال لك البرتغاليين بدأ يبقى عندهم محاولات، ايه؟ محاولات عشان يكتشفوا افريقيا في عهد الامير مين يا ولاد؟ هنري الملاح. يبقى مين اللي كانوا بيحاولوا يكتشفوا افريقيا يا ولاد؟ البرتغاليين في عهد الامير مين؟ هنري الملاح. ده في خلال القرن ال15. بس قال لك بقى، هل هم بدأوا فروم سكراتش؟ مش فاهم. بدأوا من الصفر؟ لا يا مستر ما بدأوش من الصفر، اصلا هم الذكي اللي استفاد من خبرات الناس التانيين. قال لك استفادوا مما كتبه العرب، اذا الاوروبيين كملوا على اللي عمله العرب. طيب تالت حاجه يا ولاد، قال لك في نهايه القرن ال15 بقى المحاولات نجحت واكتشفوا طريق رأس رجاء الصالح، وأسسوا مواني ومراكز تجارية. ليه؟ قال لك السفينة ماشية من البرتغال هتروح للهند، هتروح للمستعمرات في الهند يا ولاد، فعايزين مكان ناخد فيه ريست، عايزين مكان ناخد فيه راحة. فبدأوا يعملوا يا ولاد ايه بقى؟ أسسوا المواني والمراكز التجارية. بما تفسر ليه؟ علشان يأمنوا الملاحة بتاعتهم ويأمنوا التجارة، ان مفيش اي حد يقطع عليهم الطريق، هم متأمنين كويس قوي. طيب قال لك يا مستر، طيب في اواخر القرن ال18 وال19 قال لك ان الاوروبيين يا ولاد كان ليهم دور في اكتشاف منابع نهر النيل، المنابع بتاعت نهر النيل. طيب توالت الكشوف الجغرافية من انجلترا والفرنسيين والهولنديين. اذا انا عايز تحفظ لي الثلاثه دول، الانجليز والفرنسيين والهولنديين. على فكره منابع نهر النيل هم منبعين هتبدا تاخدهم الدرس اللي جاي على طول، منابع موسميه ومنابع دائمه. على فكره بحيره فيكتوريا كانت على اسم ملكه يعني. طيب من اجل البحث عن ايه بقى؟ هم ليه يا مستر اوروبا اصلا عايزه تيجي تحتل افريقيا؟ ليه اوروبا عايزه تعمل كشوفات جغرافيه؟ علشان انت اللي تستفاد؟ لا. امال ايه اللي يا مستر بقى؟ انا مش فاهم. قال لك اصلا هم يا ولاد في الوقت ده عندهم ثوره صناعيه، فعايزين مواد خام وعايزين سوق يبيعوا فيه المواد اللي عندهم، المنتجات. هفهمك. انا دلوقتي عندي مصانع كتيرة جدا، المصانع دي بتعمل كيكة هوهوز، مش لازم يبقى عندي شوكولاتة ودقيق، ما عنديش وانا مش عايز اشتريهم.
بس عارفك انت عندك قطعه ارض كبيره مليانه دقيق ومليانه قمح، انا مش هشتري منك، انا عارفك انت ضعيف وانا قوي، هاجي احتلك واخد منك الدقيق واعمله كيكه هوز واجي ارجع ابيعه لك تاني. اذا يا ولاد يبقى ليه كان في البحث؟ لانه كانوا بيدوروا على المواد الخام والثروات الطبيعيه واستغلالها. يبقى ليه قاره اوروبا او ليه الاوروبي، سؤال مهم جدا، ليه الاوروبيين بيكتشفوا قاره افريقيا؟ قال لك لاستغلال مواردها وايه يا ولاد؟ والنهب خيراتها. طيب تسارعت الدول الأوروبية، إذا مش دولة واحدة، أكتر من دولة، حصل بينهم خناقات، نزاعات، بدأ يحصل فيه إيه؟ صراعات، يلا ها صراعات، صراعات، مين هيسارع؟ مين هيجري؟ واو، مين هيجري؟ مين هيجري الأول؟ مين هيروح يحتل الحتة دي؟ طيب إذا يا مستر ليه بقى؟ قال لك علشان نهب خيراتها. مين اللي هيروح يسرق الأول؟ يا ولاد الذين، مين اللي هيروح يسرق الأول؟ طيب تعالى ناخد أسئلة مهمة. ما النتائج المترتبة على تصارع؟ يعني إيه خناقة أهو؟ ما النتائج المترتبة على إيه يا ولاد؟ تصارع الدول الاستعمارية، يعني اللي بيعملوا مستعمرات على نهب خيرات أفريقيا. ترتب على ذلك يا ولاد حاجتين. أول حاجة إقامة مستعمرات ليهم في كافة القارة. إذا عملوا مستعمرات في القارة، في معظم القارة. مستعمرة في الجزائر، ومستعمرة في مصر، ومستعمرة في جنوب أفريقيا. تاني حاجة يا ولاد، بدأوا يقسموا قارة أفريقيا لدول عديدة. هو إيه سبب التقسيم؟ هناخد دلوقتي كمان 5 دقايق إن قارة أفريقيا اتقسمت ل 54 دولة. إذا تعالى نعيد السؤال تاني. ما النتائج المترتبة على تصارع الدول الاستعمارية على نهب خيرات أفريقيا، إقامة مستعمرات، وتقسيم قارة أفريقيا لدول عديدة مختلفة المساحة. طيب يجي لك مثلا أسئلة، يقول لك مثلا ما الشبه بين رحلات الملك نخاوي الثاني والكشوف الجغرافية للبرتغاليين؟ إيه الشبه اللي بين رحلات الملك نخاوي الثاني والكشوف الجغرافية للبرتغاليين؟ اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اوجه الشبه، وانت هتلاقيني عامل لك نموذج اجابه. الحصه الجايه ان شاء الله هتلاقيني بجاوبهم. بيقول لك اكمل. احد الرحاله، مش الرجاله، شيل الحرف الجيم ده، شيل النقطه دي. الرحاله المصريين القدماء قام ب4 رحلات نحو الجنوب افريقيا. مين؟ ها؟ جاوب تحت في الكومنتات. بما تفسر معاناه قاره افريقيا من الفقر بالرغم من ثرواتها؟ لسه شارحينها فوق، لسه شارحينها. ما النتائج المترتبة على بعثات محمد علي الاستكشافية؟ دي بتاعت الحصة اللي فاتت. إن شاء الله يا ولاد الإجابات دي كلها إيه هتنزل لكم، بس انزلوا جاوبوها تحت في الكومنتات. طيب تعالى بقى ناخد الخريطة السياسية. قال لك يا مستر هو مين اللي قسم أفريقيا؟ أوروبا، الاستعمار الأوروبي. قسموها لكام دولة؟ 54 دولة. بص 54 دولة، اعمل كده 54 دولة، 54 دولة. يبقى قسموها لكام يا ولاد؟ 54 دولة. طيب ايه هي أكبر دولة في الجزائر؟ أكبر دولة ايه هي يا ولاد؟ دولة ايه؟ الجزائر. طيب مستر أنا مصري. طب إيه؟ أنا مصري. طب مصر موجودة فين؟ مصر موجودة في الركن الشمالي الشرقي. مستر أنا مش عارف. إحنا قلنا أول ما بنمسك أي خريطة بنعمل إيه يا ولاد؟ بص كده بنحدد الاتجاهات. أدي بنقول يا ولاد الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب يا ولاد. طيب عايزين دي الاتجاهات الرئيسية. يا مستر أنا عايز أعرف الاتجاهات الفرعية. هكتبها لك بالأسود. ده هنا يا ولاد الشمال والغرب، يبقى الشمال الغربي، يبقى شمال غربي. طيب مستر الحتة التانية شمال وشرق، يبقى شمال شرقي. هتحس ان هي سهلة قوي، لان هي بتتشرح لك سهلة لكن محتاجة تركيز. ماشي؟ طيب في الجنوب ده الجنوب الشرقي، يبقى ده جنوب الشرقي. ايه السهالة دي يا مستر؟ الجنوب الشرقي. طيب ده الجنوب الغربي، يبقى جنوب غربي. الموضوع انتهى. مصر موجودة في أي حتة يا مستر؟ مصر موجودة في الحتة دي الشمال الشرقي. يبقى يا ولاد تعالى بقى ننسخ كل الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها.
مصر يا ولاد في الركن الشمالي الشرقي للقاره، وهي من اكبر دول القاره، من اكبر، لكن اكبر دوله هي الجزائر، لكن مصر من اكبر دول القاره. طيب مستر، توجد في افريقيا 10 دول عربيه: مصر، ليبيا، تونس، جزائر. 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 الفكره ان هو مش هيسالك في كده، انا هقول لك هيسالك ازاي، بس ركز معايا بس. يبقى بس تعالى تاني مع بعض. مصر، ليبيا، تونس، جزائر. مغرب، موريتانيا. طب مغرب، موريتانيا. مصر، ليبيا، تونس، جزائر. مصر، ليبيا، تونس، جزائر. طب مصر، ليبيا، تونس، جزائر. مصر، ليبيا، تونس، جزائر. مغرب، موريتانيا. مغرب، موريتانيا. طب مغرب، موريتانيا. السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر. السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر. السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر. هاجي اسالك بقى ايه هي الدول اللي موجوده، دول عربيه موجوده جنوب دائره الاستواء. دول عربيه موجوده جنوب دائره الاستواء. ركز. دولة عربية موجودة دائرة الاستواء هي جزر القمر يا ولاد. إذا جزر القمر، شايف دي دائرة الاستواء. مستر مش شايفها. تعبتني أنت كده. ادي يا ولاد اهو، دي دائرة الاستواء اهو. فين الدولة العربية الموجودة دائرة الاستواء؟ جزر القمر. دولة بأكملها، لكن جزء من دولة، جزء من الصومال. ادي يا ولاد الجزء اللي من الصومال اهو. إذا في يا ولاد دولة بأكملها جنوب دائرة الاستواء وجزء من دولة الصومال. سؤال مهم جدا اكتبه عندك. طيب. مستر، قال لك خلي بالك بقى إن دولة أفريقيا دول ساحلية ودول حبيسة. اخلع لي النضارة، اخلع لي المايك. إن أنا بقى هقول لك إيه يا ولاد؟ هقول لك يعني إيه دول ساحلية ويعني إيه دول حبيسة. ارجع معايا وغمض عينك، وبقول لك معودك إنك كل سنة تروح مصيف. وجيت في سنة سافرنا من بلد لبلد ورحنا دولة اسمها دولة تشاد، وقلت لي بابي أنا عايز أروح مصيف. قلت لك أنا معايا فلوس كتير بس أنا مش عارف أوديك مصيف. ليه يا بابي؟ أصلا دولة تشاد ما بتبصش على بحار ولا محيطات. يعني يا بابي مفيش مصيف؟ مفيش مصيف. أصلا مصيف يعني أعوم في مية مالحة. عايز تقول لي يا مستر ان في دول محبوسة ما بتصيفش؟ ايوه، دولة حبيسة يحدها دول من جميع الجهات، مخنوقة محبوسة. زي دولة ايه يا ولاد؟ زي دولة مثلا زي دولة تشاد. دولة تشاد دي يا ولاد دولة حبيسة. ليه؟ ادي يا ولاد اهي موجوده. هنا ليبيا، مصر، السودان، وجنوب افريقيا، افريقيا الوسطى، الكاميرون، نيجيريا. ما بتبصش على حاجه، ما فيش بحر. لكن تيجي تشوف مصر مثلا عندها البحر المتوسط والبحر الاحمر. تعالى تشوف السودان عندها البحر الاحمر. اريتريا عندها البحر الاحمر. جيبوتي عندها البحر الاحمر وخليج عدن يا ولاد. الصومال بتبص على المحيط الهندي. بروندي وتنزانيا بتبص على المحيط الهندي. موزمبيق بتبص على المحيط الهندي. إذا الناس دي كلها عندها مصيف. في دول ما عندهاش مصيف زي دولة أثيوبيا، دولة حبيسة. مستر معلش بقى ركز معايا بقى قوي لأن أنا هحتاجها أصلا في الدرس الجاي. دولة أثيوبيا يا ولاد دولة حبيسة محبوسة. هو يا مستر يعني إيه دولة حبيسة؟ أقول لك الدولة الحبيسة التعريف بتاعها دولة لا تطل على مسطحات مائية، لكن إحنا عارفين الدولة اللي ما فيهاش مصيف، ما فيهاش سويمينج. طيب عندك زي اثيوبيا، جنوب السودان، افريقيا الوسطى، تشاد، النيجر، مالي. وانا مالي وانا مالي وانا دولة تشاد. فاهم؟ دولة تشاد مالي وانا مالي. علشان دول اللي بيتكرروا معانا كتير قوي. وفي دولة اسمها بوركينا فاسو. يبقى دي دولة بوركينا فاسو دولة حبيسة ولا ساحلية؟ دولة حبيسة يا استاذ. اسكت بقى، شد بلاستر حفظتهم. ماشي. لاحظ الخريطة واستخرج الدول البحرية وبعض الدول الحبيسة في قارة افريقيا. هو متعلمة ايه يا ولاد؟ اللي بالاخضر دي دول حبيسة،
عندك برضو بتسوانا، زيمبابوي، زيمبابيا، ملاوي، اوغندا، جنوب السودان، اثيوبيا، افريقيا الوسطى، تشاد. دي دول حبيسه، والتاني دول ايه يا ولاد؟ ساحليه. بيقول لك العلاقات المصريه الافريقيه. قال لك مصر بقى يا ولاد بدات تعمل ايه؟ مجهودات، لها جهود لتعميق العلاقات وتحقيق التنميه المستدامه. بدأت تعمق علاقاتها. ايه؟ بدأت تعمق علاقاتها مع الدول. ليه؟ علشان يبقى في تنمية مستدامة. يبقى مثلا عندنا انهار بتفيدنا وتفيد الاجيال والاجيال اللي بعدينا. يعني ايه الاجيال اللي بعدينا؟ انت وابنك وابن ابنك وابن ابن ابن ابنك وابن ابن 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 ابنك وابن ابن 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 ابنك وابن ابن 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 ابنك وابن ابن 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 ابنك. عرفت يعني ايه تنمية مستدامة؟ حاجة مستدامة. فهمت؟ فهمت ولا عيد تاني؟ تعبتوني. طيب، تم انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي في 2019. يبقى ايه هي يا ولاد الدولة اللي مسكت الاتحاد، رئيسة الاتحاد؟ كده كده هتعرفها في الوحدة الأخيرة اللي هتاخد بقى الاتحادات الافريقية كلها. مش هنخلي في نفسك حاجة. في شهر 11 12 كده هتلاقي نفسك بتنهج. لا بهزر. يبقى ايه هي الدولة رئيسة الاتحاد يا ولاد في عام 2019؟ هي دولة مصر. طيب ده ايه بقى؟ ان مصر بقى عندها فرصة قوية لتعميق علاقاتها مع الدول التانية يا ولاد، وتدعيم علاقاتها مع دول وشعوب القارة الافريقية. طيب تعالى نحل. تعالى بس نشوف حاجة. طيب احنا كده يعتبر ايه؟ خلصنا الدرس يا ولاد. تعالى بس نشوف حاجة، هنحل حاجة بسيطة. أول حاجة يا ولاد بيقول لك دي قارة ايه؟ هات لي القلم من هنا. رقم واحد يا ولاد، دي قارة ايه؟ دي قارة يا مستر قارة أفريقيا. وقارة أفريقيا هي تاني أكبر قارات من حيث المساحة. طيب رقم اتنين، دي قارة آسيا. دي أكبر القارات من حيث المساحة. طيب رقم ثلاثة، دي قارة أوروبا. وعلى فكرة بقى أول ثلاثة دول عالم قديم. طيب رقم أربعة، قارة إيه يا ولاد؟ أربعة، قارة أمريكا الشمالية. خمسة، أمريكا الجنوبية. ستة، أستراليا. سبعة، القارة القطبية الجنوبية. 8 ده مدار ايه يا ولاد؟ ده كده يا مستر مدار السرطان، وده بيمر فين؟ في شمال افريقيا. رقم 9 المحيط. 9 يا ولاد المحيط فين؟ 9 انا مش شفت. المحيط الاطلنطي. رقم 10 المحيط الهندي. ده كانت اسئلة بسيطة كده حليناها سوا. اتمنى انك انت تعمل ايه بقى؟ بعد ما تخلص كده، انت خلصت الدرس كله، تقعد تعمل ايه؟ تحل اسئله كتاب الامتحان او كتاب الاضواء، وهتلاقيني منزل الشرح بتاعه على اليوتيوب. محتاج اي حاجه اكتب لي استفسارك في رسائل واتساب، هتلاقيه في اول كومنتات. لكن انت هتكتب كومنت بس، انا ببعت لك بس انت ما بيجيلكش النوتيفيكيشن. بالتوفيق يا ولاد، ودايما ما تنساش ان يبقى معاك الكود علشان يبقى فيه متابعه دوريه، وما تنساش ان انا ممكن يبقى فيه مكالمه في اي وقت في الاسبوع، اي وقت في الشهر، ان انا ممكن اكلمك. يلا مع السلامه. كان معكم مستر كور، يعني اخويا حبيبي.